بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة ولا كل الليالي من زرع حصد. في هذا اليوم نحتفل بأخواننا الخريجين بصف ثالث ثانوي من مدرسة تميم بن ربيعة. الاسم الكريم طال عمرك؟ صالح عبد الهادي. وش انطباعك اليوم بتخرج ابنك محمد اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل من رب العالمين ومن فضل والدته. عندك كلمة تقولها للشباب المتخرجين من صف ثالث ثانوي، وش تنصحهم، وش تنصح الشباب ان شاء الله اللي مقدمين على التخرج الاعوام المقبلة ان شاء الله؟ نقول لهم ان شاء الله الى الامام، وان شاء الله انهم من اهل الخير ان شاء الله كلهم، وان شاء الله انهم بيتخرجون ويتوظفون، والله يوفقنا ويوفقهم يا رب العالمين. امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا مع شخص يعتبر الاشراف هذا كله يندرج تحت هذا الشخص سعد ابن قطام العرجاني. يا مرحبا يا ابن قطام. انت ما شاء الله تبارك الرحمن من الشباب اللي له القائد نسميه الليله في حفل تخرج الشباب. نبغى منك كلمه، وانت عليك الحمل الكبير الليله، نبغى توضح لنا الاشياء اللي اليوم بذلت المجهود فيها، وكلمه للشباب. اول ما نقول نرحب ضيفنا الاول، نقول لهم مرحبا ومسهلا، اللي تعنى واللي جاء مرحبا بهم ومسهلا، كلهم واهين، اللي حاضر من قريب ومن بعيد. احنا نعرف ان عندك بعض البيوت الزينه من الشعر، وانا متاكد انك اليوم ما بخلت على اخوانك فيها. عندك شيء نتمنى ان احنا تكون معنا الليله الابيات هذه ونتشرف فيها يا رب. طبعا قولها احنا محضرين بيتين غير الشباب، مهما نقول فيهم ما يكفيهم القصيد، كلهم ما يجي رب طال عمرهم. مهما نقول في ذي الليله ما يوصف فرحتنا. اقول مرحبا باللي حضر واللي تعنى، في حفل ربعنا يشلون الثقايل، مرحبا على الشيخ دلال بنا، قد ما هلت من قبلها مخايل. صح لسان يا رب طال عمرك. نرحب بالضيفان، نقول لهم مرحبا ومسهلا بيض الله وجيههم، حين ما تكتمل فرحتنا الا بشوفه المطاليق، مرحبا بهم ومسهلا. كل سنه ما حضر الا ما غلا عندنا، بيض الله وجيههم، يا مرحبا ومرحبا بالحياه. في نهاية اللقاء كلمة توجهها لشخص له الفضل على مجهودك الدراسي وعلى المتابعة الدورية لك. أول شيء لا شك أن التعب وراه دعم. أشكر أبي جعل ربي يطول عمره ويشافيه إن شاء الله، والوالدة جعل ربي يحفظها، وإخواني جعلني ما خلا منهم، هم اللي ساعدوني على كل شيء، والمدرسين والمدير وأخوياي في المدرسة بيض الله وجيههم، هم الأساس، هم اللي يعاونوني، هم اللي بيض الله وجيههم، يا رب يطول عمرهم. يعني المجهود اللي احنا شفناه ما شاء الله اليوم اكيد في قائمين ولهم يعني بصمه في هذا الحفل. تقدر تذكرنا الاشخاص هذولا؟ احنا ما نبغى نسوي تفرقه بين الشباب، لكن اكيد في ناس كان لهم جهد كبير اليوم، ويشكر كل الشباب طبعا، لكن احنا نبغى اليوم اللي لهم وقفه معكم وكانوا لهم البصمه يعني في هذا الحفل. نترك لك الكلام. بيض الله وجيههم، الشباب كلهم ما قصروا، لا بدعم ولا بتنسيق ولا بترتيب، بيض الله وجيههم. لكن على ما قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. منيف ابن سالم ومحمد بن صالح بيض الله وجيههم، هم على ما قال سووا اشياء واجد، انا اتبعهم، هم اللي يتبعوني بيض الله وجيههم. على ما قال هم ذراعي اليمين في الحفل، هم اللي ساندوني بيض الله وجيههم، جعل ربي يطول عمرهم. والشكر ان شاء الله موصول لاخواننا الباقيين ان شاء الله. ما قصروا. نتمنى لكم ان شاء الله انتم الشباب مستقبل مزهر في خدمة الدين والوطن، والله يوفقكم يا رب العالمين. جزاك خير. بسم الله الرحمن رب البرية الواحد اللي له
عدنا لكم مرة أخرى مع أحد الخريجين راشد بن محمد الرويسي المري. يا مرحبا يا أبو محمد. وش شعورك اليوم بالتخرج؟ والله فرحة لا توصف اني تخرجت وانجزت مرحلة ثانوية. الحمد لله رب العالمين. وش عندك كلمة توجهها لاخوانك اليوم؟ اوجهها لاخواني الخريجين، الله يوفقهم ويسعدهم الدنيا والاخرة. امين يا رب العالمين. في شكر واشكر والدي والوالدة فانهم ربوني ووصلوني لهذه المرحلة، الله يجزاهم خير. امين. شكرا لك، الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لكم من جديد مع أحد الطلاب الخريجين ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم حنا قاعدين نحتفل مع كثير من الشباب اليوم تخرجهم من ثالث ثانوي. معنا علي بن حمد الخفيف. يا مرحبا. في كلمة توجهها لإخوانك الشباب؟ والله أحب أبارك لجميع زملائي تخرج، والله ما شاء الله اليوم فرحة، أسأل الله أن يجعلها فرحة دائمة، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد فيما يحب ويرضى. كلمة أخيرة توجهها؟ والله أوجه بالشكر لمديرنا الفاضل عبد الله بن طارق الشعلزي، وأقول بيض الله وجهه لأنه كان من أكثر الناس المساندين لنا، وبيض الله وجهه. أنا أشوف اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن أنتم تتكلمون عن الأخ أبو طارش، أنا ما أعرفه الله يوفقه، لكن ما شاء الله أشوف الكثير من الشباب اليوم يمدح الشخص هذا. والله له فضل علينا أبو ياسر، وبيض الله وجهه، وكلمة بيض الله وجهه والله ما توفي بحق. ما شاء الله. بيض الله وجهه. احنا في وقت صراحة نحتاج مدراء يعني بالمدح هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يعطيك العافية ومبروك. الله يبارك في عمرك. الخريجين متعب بن دعيكان، نبغى نسألك عن شعورك طال عمرك اليوم. والله شعور بالفرحة، ويوم ما عاد معود علينا. الله يجزاك الخير. في كلمة توجهها لشخص كان له الفضل الكبير على الجهود اللي أنتم بذلتوها وخصوص التعليم يعني بشكل عام. والله أول شيء الفضل لله سبحانه وتعالى، والشيباني والدي والوالدة ومدير المدرسة والمدرسين بيض الله وجيههم ما قصروا. والله الله يعطيك العافية. عدنا لكم مرة أخرى معنا الخريج حمد بن سالم الغواص. يا مرحبا. مرحبا بك. وش شعورك بعد ما حصلت على شهادة التخرج من الثانوي؟ والله شعور جميل، إن في حلم كنت أتمناه حققته الحمد لله. عندك كلمة توجهها لإخوانك اللي معك الليلة خريجين؟ أقول جعل ربي يوفقهم ويهنيهم ويجعلهم من ذوي أعلى. الله يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد اللي نصل الصلوات، سبحان علم الأمور الخفية، اللي تعلى فوق 7 سماوات، باسمه بديت هبة الشاعري. عدنا لكم مرة أخرى مع أحد الخريجين منيف بن سالم. يا مرحبا يا أبو سالم. تبقى تحيانك ياك. كلمة توجهها لإخوانك الخريجين الليلة، وإحنا يمكن نشوف الفرحة عامة المكان ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يوفقهم والحمد لله على اجتياز هذه المرحلة، ونتمنى لهم كل خير. آمين يا رب العالمين. في كلمة توجهها لأحد كان له الفضل الكبير على الجهود اللي أنتم بذلتوها في السنوات السابقة؟ لا، مدير المدرسة عبد الله بن طارق الشعلزي، وبيض الله وجهه. الله يجزاك خير. علي ابن صالح. يا مرحبا يا علي. كلمة توجهها بخصوص هذا التخرج الشخص معين له الفضل الكبير في حياتك. والله أول شيء أحب أبارك لأخوياي وبيض الله وجه أبو طارش، جعلها إن شاء الله فرحة إن شاء الله دائمة، وعقبالها إن شاء الله النجاح إن شاء الله ونسبة الزينة. أبو طارش اللي هو مدير المدرسة ها؟ الله. هو شو اسمه؟ عبد الله بن طارش العنزي. ونعم. كلمة ثانية تبغى تضيفها لإخوانك الخريجين اللي اليوم إحنا قاعدين نشوف فرحة ما شاء الله عامة المكان كامل؟ والله أقول لهم أقبالكم إن شاء الله النجاح والوظائف الزينة وس. الله يوفقنا ويوفقكم، الله يعطيك العافية. صدق
تبقى عصبية عون الرفيق والعدو دوم حسرات قلته وانا من عزوة زايدية رمز الكرم والجود واجمال غبقات واختامها جعل السعادة مدية على الجميع الله يديم المسرات ورجو السموحة كان فيها خطية تقبلوا مني سلام وتحيات بسم الله الرحمن رب البرية الواحد اللي له نصل الصلوات سبحان علم الأمور الخفية اللي يتعلى فوق سبع السماوات باسمه بديت هبط الشاعرية كتبت مما في ضميري عبارات أبيات شعر كلها مقنوية من شاعر يقنى البيوت الفريدات أشفق على بدع البيوت القوية النادرات الشاردات الجزيلات وأقولها مدام لي مقدرية في حفلة تفرق عن الاحتفالات في حفلة تكريم يشرف بيية تكريم لأهل العلم وأهل الدراسات جينا نزف التهنئة والتحية لربوعنا اللي جاونا بالشهادات لليل ثالث عيد عقب الضحية ليل الفخر ليل الفرح والمسرات نفخر بهم ويزيدنا معنوية اللي تعلم فوق رؤوس المنيفات حمد وصالح متعبين المطية مسفر وهادي شايلين الثقيلات علي رفيق ما يبدل خويه امسربة تطغى على كل شمات يوم لهم عند العرب قابلية أهل الكرم والخصال الحميدات من روس قوم ما تهب المنية تعرف نهار الهوش تعرف بردات هلا دمر والظفر والحمية الرجل منهم ينعرف بالمهمات هلا دمر حادمك عصبية مرحبا في ذمتي والنار حية مرحبا على الشحم والشاذلية مرحبا في ذمتي والشك زايل ارحبا واقولها صبح وقفية مرحبا باللي يشرفنا حضاره عده مال المزون العقربية مرحبا باسمي واسم عمي محمد مرحبا في حفل مزبل الورية عندك السب الجميل وعون ربعه ما تهاون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية هذا الحفل كانت ليلة جدا ممتعة وقضيناها مع الأخوان والجمعة، وكانت الحمد لله رب العالمين من أفضل التغطيات اللي غطيناها. معنا في نهاية هذا الحفل أخي يعرف عن نفسه. خدم محسن الجبران. ونعم. نبغي كلمة على نهاية هذا الحفل وانطباعك بعد ما انتهى هذا الحفل. عندك أصحاب وما تدري يعني بعد هذا بعد ما نجحتوا من ثالث ثانوي الله يوفقنا ويوفقكم، هل راح تتجمعون مثل هذه الجمعة ولا؟ فنبغى منك كلمة لك ولأخوانك. والله أشكر أخواني المقيمين على الحفل، بيض الله وجيههم وأبارك لهم في النجاح ونتقابل فيما بعد إن شاء الله. في أحد تبغى تشكره ولا له الفضل الكبير على هذا المجهود اللي بذلته في المجهود الدراسي؟ والله أشكر أخوي سعد محمد بن قطام العرجاني ومحمد بن صالح الكحلة ومنيف بن سالم الجبران. نعم الله يعطيك العافية. في نهاية هذا الحفل إن شاء الله نحن وفقنا بنقل تخرج أخواننا من مدرسة تميم بن ربيعة في العضيلية. لنا لقاء إن شاء الله في تغطيات قادمة إن شاء الله، والله يوفقنا ويوفقكم يا رب العالمين. واحد اثنين ثلاثة. عدنا لكم مرة أخرى مع أحد الخريجين راشد بن محمد الرويس المري. يا مرحبا يا أبو محمد. وش شعورك اليوم بتخرجك من ثالث ثانوي؟ وعطنا الشعور اليوم، احنا نعرف ان هذا الشعور ما شاء الله تبارك الله. شعور واحد مبسوط معنا أحد الخريجين حمد بن علي ولا علي. عدنا لكم من جديد مع أحد الخريجين. وقف تعال اسمع. الله عليكم وجهكم من قربين. ما شاء الله ما شاء الله.